لو حد سألك إيه معنى verb أو فعل تائه في اللغة الألمانية؟ في الحالة دي قبل ما تجاوب لازم تفهم منه أي نوع من التوهان هو يقصد. فلو هو نزل يتمشى مثلا وتاه وهو بيتمشى، في الحالة دي بنستخدم فعل منعكس اسمه sich verlaufen. sich verlaufen يعني يتوه وهو ماشي على رجله. مثال: ليلى hat sich gestern im Wald verlaufen. يعني ليلى تاهت امبارح في الغابة وهي بتتمشى. لو تاه وهو بيتمشى بالعربية باستخدم إيه؟ في الحالة دي بنستخدم verb اسمه sich verfahren، هو برضه فعل منعكس. مثال: Wir haben uns gestern in der Stadt verfahren. يعني إحنا تهنا امبارح وإحنا ماشيين في المدينة بالعربية. أما لو كان يقصد إنه تائه ذهنيا أو مشوش ذهنيا، في الحالة دي بنستخدم expression كده وهو عبارة عن كلمة verbiert ومعاها verb sein. مثال: nach dem Unfall war ich völlig verwirrt. يعني بعد الحادث أنا كنت مشوش ذهنيا جدا. ودي كانت سلسلة ألماني في دقيقة مع هير مصطفى ودويتش ماختش باخ.